الشخصية اللي أنا بحطها في أول كل فيديو دي هي دي الشخصية اللي أنا بتكلم عنها في أول كل فيديو. وأي شخصية تانية دي بتبقى الشخصية اللي مثلت معاه أو اللي أثرت فيه أو المخرج أو المنتج اللي أنتج معاه. فأول شخصية هتشوفوها هي دي الشخصية اللي هتكلم عنها. عشان ما اطولش عليكم، النهاردة هنتكلم عن مين وإيه حكايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة وبأسعد حال. أهم حاجة راحة البال والصحة والستر. حبايبي وعيلتي وناسي، اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهاده ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارحم اختي واخي وارحم ابي وامي وارحم جميع امواتنا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، اللهم امين يا رب العالمين. لا تنسوا قراءه سوره الفاتحه والدعاء لهم. اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما ابدا. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن حال. حبايبي وعيلتي وناسي، متشكرة قوي قوي، ألف مليون شكر، لأنكم فعلا ليكم الفضل بعد ربنا في أي حد قناته هتتفعل أو قناته هتنجح. أتمنى إني حبايبي اللي معايا، اتمنى منهم يعملوا لي لايك فضلا وليس امرا، واللي مش اشترك في القناه اتمنى يجي يعمل لي اشتراك عشان قناتي تكبر وتتفعل. متشكره جدا لحبايبي اللي جم منوروني، متشكره قوي قوي. الف مليون شكر يا اهلي وعيلتي وناسي. معلش طولت عليكم كتير. تعالوا بقى النهاردة هنتكلم عن مين. تعالوا نشوف. هنتكلم عن توجو مزراحي. توجو مزراحي من مواليد 2/6/1901، محافظة الإسكندرية مصر، لكن هو أصلا من أصل إيطالي، وهو ممثل ومخرج مصري. اتوفى في 5/6/1986 عن عمر يناهز 85 سنة. هو كان ليه قدرة وطابع مميز في رسم الشخصيات ورسم السيناريو على الشخصية بالظبط. يعني بيودي كل دور في حتته المظبوطة. وكان مخرج ممتاز وأنتج أكتر من 500 فيلم، وأنتج سلسلة شالوم اليهودي. وإيه حكايته؟ حتى تعالوا هقول لكم حكايته. بقى إيه بقى؟ إن هو درس في مدارس الإسكندرية، ولما درس في مدارس الإسكندرية حصل على دبلوم تجارة. لما حصل على دبلوم تجارة، والده قرر هنا إنه عشان يحصل على التجارة العليا ويحصل على دراسات عليا وكده وماجستير ودكتوراه، فوداه لمدارس فرنسا. وبالفعل هو خد اصلا دبلوم التجارة بالفرنسية. فلما سافر طبعا وحصل على درجة الدكتوراه والتجارة العليا، استهوته جدا السينما الفرنسية، حبها وهواها قوي. وبعد ما درسها وحواها وحبها قوي وشاف وزار السينما الفرنسية، هنا بقى رجع الاسكندرية تاني. لما رجع اسكندرية ابتدى بقى يفكر ان هو يعمل استوديو في حتة منطقة في باكوس في اسكندرية. وبالفعل قام وعمل أجهزة والمعدات والتحميض والطبع وكل إمكانيات الاستوديو. توجو مزراحي أخد لنفسه اسم مستعار اسمه أحمد المشرفي. على فكرة هو كان من الشخصيات اليهودية المؤثرة جدا في السينما المصرية، وأسس شركة إنتاج سينمائي، وكان ساعده في الموضوع ده المخرج أحمد بدرخان. من ضمن الأفلام اللي أنتجها بطلها كان شالوم اليهودي، وكان منها شالوم الرياضي، شالوم الترجمان، واللي ساعده في إخراجهم كاميليو مزراحي. وكان معاه كمان مساعدين يهوديين. توجو مزراحي كان فيه حاجة حلوة قوي، كان بيحاول يزرع المحبة بين اليهود والمسلمين. وده كان ظاهر جدا في فيلم سلامة، كان بطولة سيدة أم كلثوم كوكب الشرق. كان في الفيلم سيدة أم كلثوم طالعة بتتلو القرآن، وكان هو متعمد يعمل الحتة دي عشان يزرع المحبة بين اليهود والمسلمين. وكان ليه الفضل في اكتشاف موهبة الفنانة الكبيرة ليلى مراد، وكان فعلا هو السبب في اكتشافها انها تعمل سلسلة ليلى مراد، اللي هي ليلى بنت الفقراء، ليلى بنت الظلام، ليلى في الظلام، ليلى بنت المدارس، وكتير من الافلام اللي عملها معاها.
توجو مزراحي عمل فيلم عن المخدرات اسمه الكوكايين، بس كان المصطلح التاني ليه كان الهاوية. لدرجة من كتر ان كانت اول فكرة حد يعملها ان حكمدار، كان في حكمدار ضابط يعني في الوقت دوت انجليزي، بعت له وعمل له جواب شكر مخصوص عشان يشكره، لانه شكروا على فكرة زي دي، لانها ازاي كانت فكرة حلوة بتأثر، وازاي بتعرف ان المخدرات ازاي وبتعمل ايه واثرها السلبي، وكان فكرة فعلا هادفة وعجبته جدا. وعلى فكرة هو كمان كان من أول حد يعمل فكرة الثنائيات بين بطل وبطلة، وخصوصا كان هو ظاهر ده في فيلم المندوبان، اللي هو كان بطولة فوزي جزائرلي وبنته إحسان الجزائرلي. ده ما اكتفاش بكده بس، لا ده كمان حب جدا السينما اليونانية، لدرجة ان هو كان بيروح ويتفرج على الافلام اليونانية. في الوقت ده مصر كانت في يعني جالية يونانية وقاعدة في مصر، وكان في كتير من اليونانيين قاعدين في مصر وخصوصا في اسكندرية. فقام بإنتاج أفلام من إنتاج أفلام يونانية. منهم كان من الفيلم اليوناني دوت اللي أنتجه كان اسمه الطبيب، كان بطولة حد اسمه أبامينو نيداس، وكان عمل مع ممثلة مشهورة اسمها صوفيا فيمو. يعني من عشقه في السينما ونجاحاته الباهرة وإظهاره لده كله، وكان لدرجة إن هو أنتج أفلام يونانية كمان. الفنان توجو مزراحي مش بس أسس شركة إنتاج سينمائي، لا ده كمان أول حد عمل نقابة سينمائيين بمساعدة المخرج أحمد بدرخان. طبعا من اهم اعماله كان غير سلسله ليلى مراد اللي قلت لكم عليها، وغير سلسله شالوم، ان هو اعماله كانت زي ولاد مصر، الهويه، الكوكايين اللي قلت لكم عليه، الدكتور فرحات، المندوبان، العز بهدله، التلغراف، البحار، وكتير قوي من الافلام. ده جزء صغير من الافلام اللي انا قلت عليها. الفنان توجو مزراحي اتهم ان هو في ليه ايد في ان هو يعني انشاء دولة اخرها ايل بدون ذكر اسامي. فرغم ان هو رواجه وشهرته، ورغم ان هو كان ليه رجة وكان ليه نجاحات كبيرة، الا انه اضطر ان هو يسافر لإيطاليا مع زوجته الإيطالية، وقعد هناك وفضل قاعد هناك في إيطاليا إلى أن توفى في 5/6/1986 عن عمر يناهز 85 سنة. وهي دي كانت حكاية توجو مزراحي ومشواره الفني ونجاحاته. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، فضلا وليس امر لايك وسبسكرايب اللي مجاش نورني في القناة، واوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي، الف 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 مليون شكر.